أنا مش مصدق إن إحنا رجعنا. احنا كان فاضل لنا ثواني ونقع في البحر. يا السمك هياكلنا يا الراجل اللي كان مع المتمردين هيوصل لنا. وفي الحالتين كنا هنضيع للأبد. تخيل يا يحيى كنا كملنا بقى حياتنا في العصر ده، وخوفو تولى الحكم وبقيت قائد عسكري كبير في عصره فعلا. وساعتها بقى ممكن ابني هرم جنب الهرم الأكبر ويبقى هرم يحيى. تصدق ممكن. وزي ما قلنا كل اللي حصل كان لازم يحصل مهما اختلفت الأسباب. بس انتوا عرفتوا مكاني ازاي؟ دورنا عليك في كل حتة، القصر، ضفة النهر، المعبد، لحد ما سينو قدر يعرف اللي حصل. كويس ان ده حصل، كان زماني لسه جوه الصندوق. المهم دلوقتي لما نرجع لهم هنقول لهم ايه؟ وسع بقى يا اخي، وسع بقى كده شويه كده. هات لو سمحتوا عدوني. هتفضل أناني يا يحيى؟ شوف كم مرة كنت بتحايل عليك ترجع للمغامرات تاني، ولما رجعت رحت لوحدك مرة وخدت أستاذ عصام في المرة التانية، لكن كنوز لأ، ما ينفعش، أخاف عليكي. انت لو عرفتي اللي حصل لنا المرة دي انا واثق انك مستحيل هتفكري تيجي معايا. ليه يعني؟ هو ايه اللي حصل لكم المرة دي؟ هبقى احكيلك، بس انت لازم تعرفي يا كنوز اني ما غيرتش رأيي. انا ما رجعتش المرة دي عشان الفضول ولا عشان العب واتسلى. ولما ظهر دكتور عجيب وشفت اهتمامه الكبير بانه يوصل للي كتبوا المصريين القدماء، قلت اني هعمل ده بس عشان اوصل لمعلومات وتفاصيل تحافظ على تاريخنا ومعلوماتنا أنا وإنتي وكل أصحابنا وزمايلنا، مش بس في المدرسة، لأ، كل الولاد اللي من سننا يا كنوز. يعني انت ما عملتش كده عشان تضايقني؟ بالعكس، أنا فعلا عاوزك تكوني موجودة وشريكة في كل حاجة بعملها، بس إنتي أختي ولازم أخاف عليكي. خلاص ماشي، وأنا مش زعلانة منك، بس عارف لو المرة الجاية ما كنتش معاك يا يحيى هعمل فيك ايه؟ خليني أفكر شوية وأرد عليكي كده. ماشي يا يحيى، ماشي. يلا يا ولاد يلا اطلعوا الأتوبيس عشان نلحق نوصل محطة القطر في الميعاد.